السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، إن شاء الله تكونوا لاباس. الفيديو تاع اليوم جبت لكم كيف راح نصلح شوية من السلكة تاعي، وأخيرا جاوني الأغصان تاع شجرة السرو. الحمد لله، جابهم لي البارح خويا مسكين الصغير، يعني النوت صب. هو راح جابهم قال لي لو كان تخطي اليوم ما نجيبلكش، على خاطر عندي بزاف خلاص وانا نستنى فيهم. بزاف ناس نصحوني قالوا لي مليحه الاشجار تاع السرو ومليح تكثفي لهم، يعني للاسف انا ما بانوا لي شويه قلال. المهم انا حبيت صح قبل ما نبدا قلت خلي نجرب طرح نغرس شويه. ماني خاسره والو، يعني شفت في اليوتيوب كيفاه يغرسوا بانوا لي بلي ساهلين. حكمت هذا الغصن اللي يعني صغير، نحيت له خلاص الجناب نتاعو كما راكم تشوفوا، نقصت له في الطول نتاعو قلبته تقريبا 12 سنتيمتر. انا كي قبل كاين واحد الفيديو هكا على المشروع تاع تربيه يعني الطيور، حكيت لكم على هذاك المشروع اللي داروا خونا داروا تاع الجزائر الخضراء باذن الله. يعني كل ما اشترى في بيت انا حاولت نجرب حتى بنايا. لان ما حبش يقص لي هذاك المقص، ديته البنات برك صغير. المهم اني قصيته تقريبا درته 12 سنتيم. هذا النص كامل بربي ان شاء الله راح يروح تحت التراب، والاخر راح يكون فوقه. هذه قرعه عاديه يعني تاع عصير، نقسمها على زوز. النص الاخر راح نسحقو نديرو للطيور نتاعي، النص الثاني راح نسحقو نديرو لهنا في هذه الشجيره. ان شاء الله برك تصلح لي، والله نحب حتى الزراعه، مليح الواحد يعيش في الريف وفرات. المهم نحطوها لهنا نغرقوها بزاف خلاص تاع ماء، يعني ضربه واحده على خاطر من بعد بربي ان شاء الله مش حنزيد نسقيها قطع ايامات. كما راكم تشوفوا راني حطيت عليها بزاف نتاع ماء. وانا غارسه من قبل اشجار اخرين دوك نعتهم لكم. كي نخلص هكا نغطي عليها بهذه يعني نص اللي درته قبل قلت لكم تاع القرعه تاع العصير، راح نقفلها بالقفال ونحطها لهيه بربي ان شاء الله. انا مازلت ما لقيتش القفال نتاعها، بعرف ودته لي زينب. المهم اني دوك نحوس عليه بربي ان شاء الله ونقفلها. نحطها لهيه في جنب السلاكه نتاعي كيما حاطه الاشجار الاخرين اللي غرستهم. انا غرسه اشجار اخرين تاع الكرطوس، يعني اللي هو التين. وهذيك اللي من هي راح نديرها بربي ان شاء الله الاشجار السرو باه ما يذبلوا ليش، يعني مهم يقعدوا لي اكبر مده. كما راك تشوفوا هذوك القرع كاملهم تاع اشجار التين، يعني الكرطوس كما نقولوا له حنا، او يدار ندا عندي قيل 10 ايام هكاك والله ملي غرستهم. وكما راكم تشوفوا ها بداو يخرجوا لي منهم شويه براعم. انا غرست المرات اللي فاتوا قبل العام الاول والعام الاول، يعني غرست واحد 45 شجره هكاك، وناضوا لي كامل الله يبارك. بصح اللي نتجت منهم يعني واللي صلحوا لي خلاص كي طلعتهم للدوار وغرستهم زوز اشجار فقط، لاني ما غرستهمش في الوقت المناسب. المهم نرجعوا للسلكه نتاعنا. لهنا راني بالعده نتاعي المارطو والكلاب وشغل. راح نبداو بربي ان شاء الله. لهنا درت الغصن الاول. ها هو اللي بقى لي من هذيك القرعه اللي قلت لكم عليها قبيله، حنحط فيها الماء بربي ان شاء الله باه ما يزربوش يذبلوا لي هذوك الاغصان. هذه الجهه السفليه يعني درت فيها غصن، والجهه اللي من هي ثاني درت فيها غصن اخر. يعني في الاول درت غصن من بعد ما كفانيش وليت كمل درت الغصن الثاني. كما راكم تشوفوا انا ملصقتهم في الشجره تاع الاسمنت اللي خدمتها. بلا ما نخدم بهذوك المسامر ونكثر زقربيع وكلش على الجيران ما تليقش. المهم هاني دبرت راسي. لهنا هذا هو البلاصه اللي كنت زعما مدايرتها راح نحط فيها الاعشاش. ممكن نحط لهنا عش نكثر الاعشاش برك. هنا عندي زوز فيمالات انا يا بربي ان شاء الله ندير يقل 4 عشوش ولا. وهذيك البلاصه اللي من هي راني درت فيها اناء واحد اخر، هذا اللي درت فيه لهنا الماء، وهذا ثاني درت فيها زوز اغصان درت فيها الماء ثاني. بربي ان شاء الله باه ما يزربوش يذبلوا لي. لهنا كيما راكم تشوفوني نحيت هذوك اللي كانوا يدلاو كامل لهنا. كانوا الطيور تاعي يحبوا يتارجحوا فيهم. بصح قالوا لي بزاف اللي نصحوني قالوا لي لازم تنحيها على خاطر وقت الكوبلاج يعني ما يسمحش انهم يتخصبوا لي البيض كامل. ولهنا هذه الجهه الثالثه اللي درت فيها راني درت فيها زوز اغصان ثاني، يعني بانوا لي باللي قلال الاشجار.
يعني الأغصان. غنزيد النسيامات ونزيد نصحّي وجهي شوية، نزيد نقول له يجيب لي شوية، بانوا لي ما كفاونيش أنا السلّاكات يعني اللي مالفة نشوف فيهم كانوا فيهم بزاف، ولهنا كتشوفوا الأرضية تاع السلّاكة هاهي مبهدلة خلاص. عندي بزاف ما ضربتلهاش التسييقة، مالفة نكنسها برك وزاد طاحوا فيها هاذوك الورق تاع الأشجار وكلش. اليوم قلت بربي إن شاء الله نضرب لها تسييقة، هاني سيّقتها ودركا راح نشفها مليح باه الطيور نتاعي ما يتبلوش ونرجع لكم. ولهنا هاني نشفتها. جات مليحة خرجت الله يبارك لاباس عليها. راح نحط لها دركا الأقفاص هذو اللي خدمتهم مرة من قبل، قلت لكم لصقتهم كامل في بعضهم باه هذوك البقايا تاع الطعام يعني تاع الحبوب كي يهبطوا للأرض ما يزيدوش ياكلوا منهم الطيور، ما يقدروش يوصلوا لهم. ولا هنا خلصت دوكا السلاكه تاعي بربي ان شاء الله لصقت لها هذوك الاغصان اللي جابهم. مع انه بانوا لي ما كفاوش بزاف، لازم تكون مغبغبه بزاف. خلاص بربي ان شاء الله الايامات الجايه نحاول قدر المستطاع نحاول خويا باه يزيد يجيب لي واحد اخرين. على الاقل نكثف شويه من الجهه هذه اللي منا ما كانش خلاص، وندير لهم شويه في الوسط مع هذاك العمود هذاك اللي قاعدين فيه يعني المجثم. لهنا خلصتهم. وكاينه حاجه يعني كانت عندي واحد الكوكياجه هذه اللي لهنا كانت طول نحطها في بلاصه نلقاها في بلاصه يشتيو يلعبوا بها، ساعات نشوفهم هما يلعبوا يستمتعوا يعني بها، حتى انا نستمتع باللعب نتاعهم، يهزوها من بلاصه ويديها لبلاصه اخرى. المهم. لهنا خلصت التعديلات نتاعي، وهذه السلاكه تاعي من برا يعني من الجهه هذه، الجهه الاماميه، ومن الجهة هذه اللي مالفة نقابلها ونقعد في أي وقت، ساعات الصباح بكري ساعات في الليل، المهم كي نقابلها هما يقعدوا هكاك يزفروا ويعجبني الحال بزاف. خلاص هذه الوحدة هاو شرب فيها الماء، شرب بالماء تاعها خلاص خلص ان شاء الله برك تنوض لنا، وان شاء الله هو قال لك مليح تغرسوا هذه الاشجار تاع السرو يعني في وقت الربيع وفي وقت الصيف ثاني تقدر تليق نورمال، على خاطر يعني يكون شويه الجدافي، وانا عندي الجدافي بربي ان شاء الله لهنا. المهم وصلت نهايه الفيديو، ان شاء الله نكون فاتكم ولو بالقليل. وصلت الحكمه اليوم اللي تقول: للصمت أوقات، صمتك وقت فوزك ثقة، وصمتك وقت غضبك قوة، صمتك وقت عملك إبداع، صمتك وقت سخريتهم ترفع، وصمتك وقت نصيحة الناس لك أدب، وصمتك وقت حزنك يعني شكواك لله وحده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.